ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم مروه، قناة هابي هوم. جالكم فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. فيديو النهارده طلب مني كتير جدا ساعة لما عملت فيديو طريقتي في تنظيم التلاجة. شفتوا ازاي انا منظمة الخضار وقلتولي عاملين لنا فيديو طريقة حفظك للخضار. فيديو مهم جدا. انا كنت ناوية اعمله لكم بس بصراحة مش دلوقتي، بس لما لقيت الطلب عليه كتير كده فقلت لا لازم اعمله لكم عشان تستفادوا. عشان ادبر واوفر لازم احافظ على نعمة ربنا. كل ما تحافظي عليها اكتر كل ما ربنا يزيدك. هو ده اللي انا بعمله، بحافظ على الاكل كله اذا كان من خضار او من اطعمة اتبقت من اكل عندي، عشان ربنا يكرمني ويزيدني اكتر، ومرميش اكل في الارض او ان مثلا ما استفادش بيه ويبقى فلوس عندي اترمت في الارض. طيب بعمل ده ازاي؟ بطريقه حفظي للخضار بطريقه سليمه. النهارده كام في الشهر؟ انا مسجل لكم الفيديو دوت يوم 18 تقريبا. يعني الفيديو بعد 18 يوم من حفظ الخضار بتاعي في التلاجة هوريكم كل البوكسات او المنظمات اللي كنت حاطاها في التلاجة اللي اتبقى منها من خضار وشكله بعد 18 يوم حفظ في التلاجة. والحاجات اللي عندي خلصت، مفيش اقول لكم ايه، قطعة منها اترمت، مش واحدة اترمت، لا قطعة منها اترمت. الحمد لله كلها اتاكلت بألف هنا للي كلها. مفيش حاجة اترمت خالص. فهوريكم البوكسات ايه اللي فضل منها واللي فضل شكله عامل ازاي. تعالوا نشوف كده. انا البوكسات اللي انتوا شفتوها كان ما شاء الله قد ايه كان فيها خضار في التلاجة. تقريبا كان رفين خضار بس. يعني رف عندي كان واخد 4 بوكسات، ادي 4 بوكسات كمان زي دول. كل اللي فضل معايا ايه؟ فضل معايا الفلفل الرومي. بصوا انا هفتح لكم وهوريكم شكل الفلفل من جوه ده بعد 18 يوم حفظ في التلاجة اهو. شايفين المنظر؟ شايفين الفلفل قد ايه مشدود ولونه بيلمع واكني لسه جايباه دلوقتي حالا اهو. حتى بصوا بدليل ان هو بقاله كتير ابتدى، بصوا في حاجات ابتدت تحمر، انا ما كنتش جايبه فيه احمر خالص، ابتدى في حاجات تحمر اهو، بس لسه ناشفه جدا جدا وشكلها اكنها فريش، اكني لسه جايباها دلوقتي. تمام. بصوا البتنجان الابيض. بصوا في بتنجان هيقعد في التلاجة 18 يوم اهو، في بتنجان قاعد اهو 18 يوم في التلاجة. يعني ولا حصل له اي حاجة، زي ما انتم شايفين مشدود زي ما هو، ما حصلوش اي حاجة. ده انا كنت جايباه للمحشي. تمام. واللي فضل كمان معايا كابوتشيا، ده جزء من واحدة، وفضل معايا واحدة كاملة. تمام. الليمون كمان ده اللي فضل معايا من ساعة ما اشتريت ليمونتين، ودي واحدة كنت واخدة منها جزء صغير. وبصوا شكل الليمون، ولا واحدة طريت ومفيش قطع رميتها من الخضار، بأكد على الموضوع ده. طيب شفتوا منظر الخضار بعد 18 يوم؟ تعالوا بقى اقول لكم انا بغسل الخضار ازاي وبحفظه في التلاجة ازاي. الخضار بقى اللي عندي اللي عاوزة احفظه في التلاجة او اشتريته، ده جزء من الخضار اللي انا اشتريته. هوريكم كده انا بعمل ايه وانتوا طبقوه على كل الخضروات. اذا كانت جزر، خيار، كوسة، بتنجان، طماطم، ليمون، كابوتشيا، قرنبيط، ايه تاني، كل الحاجات اللي هي يعني قوامها ناشف مش ورقيات. تمام. هقول لكم ازاي انا بعمل ايه. اول حاجه انا بغسل الخضار بتاعي ده كويس جدا جدا، عشان اشيل من عليه اولا الحاجات اللي هي الرش اللي بيبقى على الخضار. طبعا الخضار للاسف بتاعنا كله مرشوش مواد كيماويه، فاشيل الرش اللي على الخضار واخلي الخضار سهل بالنسبه لي في التلاجة. بنتي عاوزه حاجه تطلعها من التلاجة بمنتهى السهوله، مش لازم اقف اغسل ويبقى كله بقى ميه واقعد انشف فيه والكلام ده كله، لا الحاجه سهله في التلاجة مغسوله وزي الفل، اللي عاوز هياخد على طول. فانا ده هغسله كويس جدا
وهنشفه وابتدي ان انا اغلفه معاكم واوريكم كل الخطوات دي عملي، عشان الموضوع يبقى بالنسبه لكم يعني واضح كده. انا كان ممكن اطلع اقول لكم انا بعمل كذا 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 وخلاص، فانا لا، انا حابه تشوفوني وانا بغسل الخضار ازاي، ازاي بعقم الخضار من اي ميكروبات كانت عليه، من حد مسكه، من كل الكلام ده، وازاي بحفظه في التلاجة. تعالوا بقى نروح على الحوض نشوف هنغسل الخضار بتاعنا ازاي. بصوا، عندي الحوض بتاعي نضيف زي الفل، مغسول وناشف ومفهوش اي حاجه. حتى المصفى عندي دي اللي كنت جايباها من ايكيا بتساعدني جدا 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 في غسيل الخضار. حطاها زي ما هي كده، انا مش هشيلها لان هغسل الخضار هنا اهو واطلعه اصفيه هنا، وابتدي ان انا انشفه. كل اللي انا هعمله هجيب الخضار بتاعي، نستخدم كده ايه نوع نوع عشان نسهل على نفسينا، يعني بلاش نحط كله مع بعضه عشان نقدر يبقى كل نوع مفصول عن التاني. مش محتاجة ان انا اقعد كل شوية افصل او كده. تمام، هشغل عليه المية. انا هلبس الجوانتي ده حلو جدا في غسيل الخضار، لو عندك الامكانية ان انت تجيبيه هاتيه، ما عندكيش خلاص. بصوا بقى انا هعمل ايه، هاجي كده اهو وابتدي اخد الخضار بتاعي اغسله كده كويس قوي اهو. الحاجات اللي هنا دي بتساعد ان هي تعمل زي اكنها ليفه او حاجه للخضار، يعني ان انا بغسله خلاص. واللي هغسلها هبتدي ان انا احطها هنا اهو. مش لازم الجوانتي ده، قبل ما اجيبه ما كنتش بعمل بيه، كنت بعمل عادي بسفنجه او كنت ساعات اعملها بايدي. حاسه ان الحاجه متطينه شويه او عليها طينه او كده، ابتدي ان انتي تنقعيها في الميه، يعني تفتحي عليها ميه كده ونقعيها حبه كده حلوين. نشيل الحاجات اللي هي بتبقى هنا اللي هي تبقى باقيه يعني من الشجره، لا نشيلها، ما نخليش حاجه فيها خالص اهو. اللي هي دي، شايفين الاصفر ده كله نشيله، ما نخليهوش خالص. كده انا خلصت الكميه اللي عندي. لا، في واحده اهي. طبعا وانا بقى براحتي، يعني بغسل براحتي، بقى متمكنه اكتر يعني، عشان بس الكاميرا محطوطه فمش عارفه اتحرك براحتي اهو. هبتدي ان انا اقفل الميه وهشطف عندي الحوض وابتدي اشيل منه الحاجات اللي نزلت اهي. شايفين الحاجات اللي نزلت دي هبتدي ان انا اشيلها اهو، واقفل الحوض عندي واسده واشغل ميه. وابتدي ان انا ارجع الخيار بتاعي تاني اهو. معلش هتتعبي مره كل، بص انا بقول لكم انا جايبه الخضار بقالي 18 يوم اهو، هتتعبي مره كل 18 يوم وهترتاحي بقيه الاسبوع. خلاص عندي الخيار اهو اتغطى بالميه. هجيب معايا معلقه خل، مش اكتر من كده، معلقه خفيفه خالص اهو من الخل، وابتدي ان انا احطها بس كده. وبصي دقيقتين بالظبط، مش اكتر من كده، دقيقتين. وبعد الدقيقتين هوريكم هنعمل ايه. بصوا حبايبي، الخيار كده سبته تقريبا دقيقتين 3 دقايق بالكتير. هبتدي ان انا اشيله من الميه، مش هغسله تاني، لا انا هصفيه بس كده من الميه اهو. والميه هبتدي ان انا اصفيها. انتي بقى حابه تعملي الخضار كله مره واحده، تغسليه كله وتنقعيه في الميه والخل كله مره واحده، براحتك، بس انا بحس كده اسهل بالنسبه لي، عشان كل نوع ابتدي ان انا اجي اخلصه واحطه في التلاجة. لما بتعملي كله مره واحده تلاقي الكميه عندك قدامك كبيره، حاسه ان انتي ايه ده انا هعمل كل ده،
فبتحسي ان الموضوع صعب. اما لما تخلصي نوع نوع كده الدنيا تبقى تمام معاكي. انا دلوقتي هجيب الفوطه عشان انشفه كويس قوي ونشوف هنعمل ايه. بصوا يا حبايبي، جبت فوطين. دي الفوطة اللي انا هحط عليها، ودي الفوطة اللي انا هنشف بيها. انواع الفوط دي حلوة قوي في التنشيف، بتشرب المية، ويعني انا بحبها. لو عندك فوطة زي الخامة بتاعت الفوطة بتاعت الوش بتاعتنا او بتاعت الايد هتبقى حلوة برضو. اي خامة فيها يعني عارفين ايه المادة اللي بتلمع كده، فيها خيط بيلمع، دي مش هتنشف معاكي. او قطيفة مش هتنشف معاكي. هاتي حاجة قطن، دي قطن قطن. هبتدي بقى ان انا افرد دي عندي الاول اهي. هفردها كده عندي، وهاخد بقى الخيارة. شايفين منظرها؟ وبصوا بقى، يعني مفيش نقطة مية. نقطة مية ما ينفعش تكون موجودة. اي اثر للمية هيبوظ عندي الخضار. اهو، شايفين المنظر؟ شايفين بيلمع ازاي؟ شايفين اللمعة بتاعته اهو، وزي الفل. اللي هيفتح هياكل على طول. انا هعمل الكمية كلها عشان ما اطولش عليكم وارجع لكم تاني. بصوا انا خلصت كمية الخيارة اهي كلها. هقول لكم بقى على حاجة. شايفين اولا شكله عامل ازاي، بيلمع ازاي؟ عشان احفظه بقى هجيب معاه الاسترتش، وده اساسي عندي. هتقولي طب ما الاسترتش كده احنا بناخد منه وفي الاخر بنرميه او ما بنستخدموش، وده كده تبذير او ان احنا ما بنوفرش. البقرة دي تقريبا قاعدة معايا ده رابع شهر. بصوا الفاضل منها قد ايه. كنت جايباها ب 45 جنيه. كانت كبيرة جدا، بستخدمها في كل حاجة. لو قطعتي منها قطعة مش هتيجي بشيلن، يعني تخيلين شيلن مقابل ان انا مرميش نعمة ربنا. بحافظ عليها وبوفر. طيب انا بجيب الاسترتش عندي. انا عارفة كل يوم انا بستخدم كام خيارة كل يوم. مثلا بحط واحدة مثلا لبنتي الصبح في اللانش بوكس، واحدة لجوزي. انا باكل واحدة على الغدا، بعمل سلطة. يعني محتاجة مثلا في اليوم اذا كان في عشم 3 4. انتي عارفة كست بيت وشطورة وعارفة بيتك ماشي ازاي. عارفة بيتك بيحتاج قد ايه كل يوم خيار. طيب همسك احتياجي. ادي هم 3 خيارات اهم. هاخدهم وهجيب الاسترتش عندي. هقطع منه قطعة على قد الخيار عشان ما تهدريش منه اهو. قطعت منه قطعة. انا مثلا هستخدم خيارتين مثلا في اليوم مثلا. اهو ادي الخيارتين بتوعي. الزقهم جنب بعض، مسيبش ما بينهم مسافة. وابتدي ان انا اغلفهم كده بالاسترتش اهو. وابتدي اغلف بقى عشان اداري. ما تسيبيش جزء يخشله منه هوا خالص. انا مش عاوزه يخشله هوا اهو. شايفين اتغلفت عندي وحفظتها ومفيش هوا هيخش لها خالص اهو. قافله من كل ناحيه. وهبتدي احطها في البوكسات بتاعتي. حطيها في درج التلاجة، حطيها مطرح ما تحطيها. دي طريقتي في حفظ الخضار. خيار، طماطم، جزر، كوسة، بتنجان، فلفل رومي، فلفل حراق، فلفل الوان، كابوتشيا. اي خضار من انواع دي انا بحفظها بالطريقة دي. بالنسبة للورقيات دي لازم يعني هقول لكم كده لوحدها فيديو ازاي عاملة طريقة غسيل الورقيات على القناة. فيديو من الفيديوهات في الاول خالص، فيديو مهم جدا. هبتدي ان انا اخلص عندي كمية الخضار بتاعتي واشيلها بالطريقة دي في التلاجة تقعد معاكي. ما بحبش احلف في فيديوهاتي وما بحبش اقسم، بس انا بقول لكم النهارده 18 في الشهر. شوفوا بعد 18 يوم شكل بقية الخضار اللي عندي، وما رميتش قطعة من اي خيارة او من اي جزرة او من اي خضار عندي. يا رب. عشان ابتدي احطها في التلاجة لازم احطها بطريقة صح.
عشان ما تبص عندي بعد اللي انا عملته ده كله الموضوع يبوظ عندي، ويبقى انا هدرت خضار وهدرت ستريتش وهدرت كل حاجه. عندك هتحطي في درجة تلاجة براحتك، هتحطي بوكسات زي كده براحتك، في علب براحتك. بصوا انا فرشة ايه، ده قطعة من مناديل المطبخ. دي كانت موجودة، يعني انا مش فرشاها دلوقتي، دي كانت موجودة من المرة اللي فاتت، مش مبلولة، ما حصلهاش اي حاجة. عندي موجودة زي الفل. هبتدي ان انا ادام هي سليمة وما فيهاش اي حاجة او اي مية وصلت لها، هخليها زي ما هي مش هغيرها. وهبتدي ان انا ارص عليها الخضار بالمنظر ده واحطها في التلاجة. مهم جدا قطعة المناديل دي، لان لو اي مية وصلت للقاع هتبتدي ان هي توصل للشرينك او الاسترتش وتفكه، وهتلاقي الدنيا عندك بقت وحشة جدا واكنك ما عملتيش حاجة. فكل يوم وانتي بتاخدي كده بصي على قطعة المناديل. ممكن حد من الولاد كان ماسك كوباية مية وبيحطها في تلاجة، كوباية عصير، مش اي سوائل شوربة، مش عارفة الكلام ده كله، وقع حاجة فجت في البوكسات، جت على الخضار، فده هيبوظ الدنيا. اي ميه وصلت للخضار بتاعك بمنتهى البساطه نشفيه تاني ورجعيه زي ما هو، وحطيه. نصيحه كمان، ما ينفعش ان انت تحطي اي خضار او اي حبايه من الخضار فيها جزء بايظ. الجزء البايظ ده هيبوظ لك بقيتها ويبوظ لك اللي جنبها واللي جنبها، والدنيا هتبوظ معاكي. لازم قطعه الخضار سليمة جدا، ما فيهاش اي قطعة بايظة او تعفن او بكتيريا او اي حاجة. لا، الدنيا تبقى عندك كده مظبوطة، وانتي بتشتري الحاجة اكيد هتشتريها ما فيهاش اي حاجة بايظة، فهتكون لسه يعني ما باظتش. فلما تيجي هتلفيها بالمنظر ده هتفضل محتفظة بشكلها لغاية اخر قطعة هتستخدميها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديوهات او من الفيديو يعني، وقدرت اقول لكم كل المعلومات اللي عندي. بس ان شاء الله الطريقه دي هتحفظ لكم على نعمه ربنا، وهتلاقوها معاكم لاخر يوم او اخر قطعه فيها، مش هترموا منها اي حاجه. ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ده كتير قوي عشان يفيد كل الستات. ستات كتير بيقعدوا يقولوا الدنيا صعبة ومش عارفين نمشي البيت الدنيا صعبة، بس احنا ممكن نحافظ على نعمة ربنا، فربنا هيزيدنا وهيبارك لنا اكتر في اللي عندنا، ان احنا بنحافظ على نعمته. مش كل شويه نقوم نرمي خيارايه في الباسكت او طماطمايه، لا، اللي هتلاقيه بيطرى معاكي اول باول استخدميه. خياره طريت منك قطعيها وحطيها في برطمان تتخلل. خيارايه يعني بصوا بسيطه جدا، يعني برطمان صلصه، اي برطمان عندك حطي فيه الخيارايه وهتتخلل، مش محتاجه منك مجهود. طماطمايه طريت عندك اعمليها صلصه وحطيها في الفريزر. ما تسيبيش الحاجه لما كلها تتعجن فوق بعضها في التلاجة وتلاقي الدنيا اتزروطت عندك خالص ومش عارفة تتصرفي. لا، كل يوم كده بصي على خضارك وتابعيه، هتلاقي الدنيا معاكي بسيطة جدا، مش محتاجة ولا مجهود ولا شغل ولا اي حاجة. نصيحة كمان، الشرينك متفتحوش لو انت مثلا حاطة 4 قطع من الخيار لليوم الواحد. ما تفتحيش الشرينك وتطلعي ال4، لا، افرضي ما استخدمتيش ال4، طلعي لاستخدامك بس والباقي ارجعي لفيه تاني. بس انا ليه بقول استخدام اليومي هو اللي تحطيه في الشرينك؟ عشان ما تقعديش كل شويه، يعني مثلا لو حطيتي كل يومين فانت كل شويه تفتحي وتقفلي فتدخلي هوا وتبتدي اكنك ما عملتيش حاجه وان انت عرضتيه للهوا تاني. فمهم قوي ان انت تفتحي الشرينك تاخدي منه وتقفلي على الباقي. دي لكم كده نصايح. شوية نصايح هتساعدكم ان الموضوع يبقى ناجح معاكم وسهل بالنسبة لكم. اول حاجة ان انتي تقسمي الخضار عندك على حسب الحجم بتاعه. يعني مثلا جايبة كوسة للطبيخ، كوسة للمحشي، فده ليه مقاسه وده ليه مقاسه. هاتي كل مقاس وحطيه في مجموعة لوحدها عشان تستخدميه على طول. زي الجزر، بجيب مثلا جزر للطبيخ وجزر للسلطة او بنقطعه كده في اللانش بوكس او على الفطار. فالصغير بحطه لوحده والكبير بحطه لوحده. مهم قوي عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لك. البتنجان نفس الكلام، بيبقى مقاسات، المقاس مثلا الكبير تحطيه لوحده والصغير لوحده. تاني حاجة، لما تيجي تحطي الخضار في البوكس عندك او في درج التلاجة، تحطي الناشف من تحت والطري من فوق، عشان هو ده اللي هيكون في متناول ايديكي وتاخديه على طول بسهولة. ما تستنيش لغاية لما يبوظ ويبقى مركون تحت ومش شايفاه. فالافضل ان انت تخليه من فوق. تاني حاجة، لو انت عندك خضار متبقي عندك من الاسبوع اللي قبله او من الفترة اللي قبلها، تبتدي ان تحطيه هو اللي على الوش عشان هو اللي يستخدم.
مستخدم ويكون متناول ايديكي، والخضار الجديد يكون تحت. كمان ما تقطعيش الشرنك باحجام كبيره، قطعي على قد الحاجه بالظبط، عشان احنا بنوفر مش بنعمل تبذير وبنرمي فلوس على الارض. رابع حاجة بقى او مش عارفة خامس حاجة، مش عارفة هي كام، بس خلي بالك ان ممكن الشرينك ده تستخدميه برضو. ازاي؟ يعني انا الصبح برضو هاجي امسك التفاحة بتاعتي اقطعها لبنتي واحطها في اللانش بوكس، بعد ما تشيلي الجزء اللي في النص اللي فيه البذور وتقطعيها، لفيها بالشرينك اللي كانت فيه زي ما هو، ان الشرينك نضيف، ان هي كانت نضيفة، فلفيه بالشرينك زي ما هي وحطيها لها في اللانش بوكس. نفس الكلام بالنسبة للخيار، للجزر. هتبتدي ان انتي هتقطعيه مثلا شرايح ترانشات، بعد ما تقطعيه لفيه بالشرينك او الاسترتش اللي كان فيه، وحطيه في اللانش بوكس. او لو انتي مثلا فضل معاكي قطعة من خيارة، استخدمي الشرينك ده. فاحنا على قد ما نقدر نحاول على نوفر. الباقي. دي نصايحي ليكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير، وعايزين القناة تكبر، اكيد هتكبر بيكم وليكم ان شاء الله. باي باي.